يعني ربي سبحانه: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. حبيت نقول لكم أنه رجعوا لله عز وجل، لأن هذا الأمر يخرج الإنسان من الملة. ربي يهدينا إن شاء الله. يعطيك الصحة رضا، صحيت وخاوتي. شكرا، صح لسانك. بارك الله فيك. نمر للأخ حميد. تفضل أخ حميد. يا خويا هذو المراريك راهم ولاو صاين اكثر من صاينك. اش ما بقى تهضر معاهم؟ ما تطلعوهم، ما تهضروا معاهم، ما تناقشوهم. اللي يناقش في اطار واقعي واش راه صاري معليش مرحبا به، اما اللي يجي يبرر ما عندنا ما نديروا به. أنا والله يعني حتى لو أتيت إلى القمة العربية سوى الجزائر أو أي قمة أخرى وتريد لم الشمل العرب أو كانت هذا القمة في المغرب، ماذا سيقول ملك المغرب؟ يقول ندعم القضية الفلسطينية ويجب أن نحرر فلسطين ويجب أن نلم الشمل الفصائل الفلسطينية ويجب أن نلم المنظومة العربية. يعني أنت مطبع، لا يحق لك أنك ايش راح تقول؟ ما عندك ما تقول يا اخي. هما اصلا ما هو الشيء يعني من قله الدول. انا حاب نصل واحد فهم معين لدى المغاربه. هل في العالم هذا كله موجود الا الكيان الصهيوني؟ هذا الكيان الصهيوني حتى تعمل مع استراتيجيات دفاع مشترك او استراتيجيات اقتصاديه او استراتيجيات استثماراتيه. العام في 1204 دوله. علاه بالضبط تلك الدوله لم تكونوا خونه إلا يا خويا منذ الأزل هذو ناس، هذو عبارة عن خنجر في خاصرة الأمة الإسلامية، نسبق الإسلامية في خاصرة الأمة الإسلامية ثم القومية العربية. هذو هم المراكب. السياسة والدبلوماسية لا دين لها وتحكمها علاقة رابح. لذلك أنتم تعتبرون أن نفسكم لستم مسلمون، ما عندكمش فكرة القومية الإسلامية. عايشين كأشخاص متفتحين على فكرة الملحدين. تؤمنون بالطبيعة، تؤمنون أن العلاقة في أكثريتها يعني نسبة 100% تبنى على المصلحة. العلاقة لا تبنى على بناء مقومات دولة. يمكن نضحي به تبنى مقومات دولة إسلامية، ممكن نضحي به تحمي معتقدات إسلامية. إذا كان الأمير تاعكم هو من الأشراف وتكون الملك شريف لأنه الحفيد للرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا تنسبون هذا الأمر للملك تاعكم ولا تحافظون على المبادئ؟ أنتم اختلفتم أنتم تركزون على المسميات لا الأفعال. الفعل المسمى أنه شريف. يا رضا واش تستنى من وزير خارجية نتاعهم قال لهم وصف اللي قاموا بعملية الاستشهادية فلسطينية وصفهم بالإرهابيين؟ واش تستنى لما بوريطة يقول لهم أنه في كل عائلة إسرائيلية هناك دم مغربي؟ واش تستنى من قريب 2 مليون صهيوني يحمل الجنسية المغربية، يعني مواطن مغربي؟ يعني أنا لما ممكن فلسطينيين نشوفهم ممكن إذا قاموا بعمليات استشهادية في المغرب عندهم الحق لما يحاربوا المغرب. لا الحق. شوف غباء، لأنك انت راك تحاربوا فلسطين. شوف غباء المغاربة يا نور. قال لك لا هذا ليس له علاقة بالدين. تقدر تقول لي لماذا تبون علاقته مع فرنسا وروسيا؟ إذن أليسوا نصارى؟ أنا أتكلم أنه بيننا وبين فرنسا أو روسيا هدنة. هي لا تستعمر دولة إسلامية، هي ليست مستعمر أو كيان. فرنسا موجودة لكن ليست دولة مستعمرة حاليا. ممكن استعمرتنا قبل لكن وصلنا لاتفاق هدنة، مثل معارك تحدث بين عدة قبائل أو عدة دول أو إلى آخره ونأخذ مبدأ الهدنة. كيف هادو ما يعرفوش في الدين يا رضا؟ هادو ما يعرفوش في الدين ما معنى أرض الحرب وأرض السلام. فلسطين هي الآن أرض الحرب. لا الله سبحانه وتعالى ماذا قال يا نور؟ لا ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم.
وهذه واش راني نقول له، هذه فلسطين ولا الان راه تقا... ارض لا، حرب. إذا كان مبدأ إسلامي لا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم. إذا أنت تروح تقاتل فرنسا وهي ما تقاتل فيك، عليها الأخ قاتلناها لما كانت تقاتل فينا ونقلنا حتى الثورة عندها، لكن الآن لحق للمسلم أن يقاتل الكيان الصهيوني لأنه مستعمر لدولة إسلامية. ولا يا ريت تقاتلوهم ما حتى ما يقاتلوكم. يقولوهاش على اسبانيا اللي راها محتله لهم الاراضي نتاعهم حتى للان في 2022 محتله اراضي، وما يقولوهاش على اسبانيا. يعني دايرين معها اتفاقيات سلام واتفاقيات تبادل اقتصادي، ويجيو يلوم الجزائر على دير اتفاقيات مع فرنسا. انت الان